السلام عليكم اخواتي الكريمات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اخواتي الكريمات، غادي نشارك معكم في هذا الفيديو واحد الكيكه البنات يجي واعر ديال هاد الشوكو البنات، الشوكولات اللي تيكون محلى ماشي العادي. هاد الغبره ديالو تجي رائعه البنات في الكيك. هنا غادي نحتاجو واحد 2 بيضات، كاس ديال الماء عادي، كاس ديال الزيت، وهنا كاس ديال السنيده، 2 خميرات من فئه 8 غرام، يعني المجموع 16 غرام، وهنا فانيليا ديال 8 غرام. هنا البنات خديت واحد البانيو اللي غادي ندير فيه داك 2 البيضات. جربوه البنات، راه تيجي رائع بهاد الغبره ديال الشوكولات اللي تنديروه مع الحليب. غادي نزيد واحد قبيصه ديال الملحه، وغادي نحرك هاد 2 بيضات مزيان غير بالطراب اليدوي. هاي الشكل ديالهم كيفاش ولا البنات حتى بياض. غادي نضيف كاس ديال السنيده. البنات اللي غادي يسولوني على نوع الكؤوس، اي كاس عندك البنات ديري به المقادير كامله. هذه هي الطريقه ديالي. حركت الكاس ديال السنيده هو الاول، وعاد ضفت الزيت حتى هو بنفس الطريقه. غادي نحرك مزيان حتى ينسجموا. رانا مسرع عليكم الفيديو باش ما يكونش طويل. وبالنسبه للاخوات، رانا المول ديال الكيك اللي غادي نستعمل دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق ودخلته الثلاجه. يعني قبل ما تنبدا في الكيكه تندخلو الثلاجه حتى نبدا خدامه. هاد الطريقه البنات تجي رائعه في الكيك. دابا ضفت كاس ديال الماء عادي غير من الصنبور، يعني غير من الروبيني، وغادي نضيف ديك الفانيليا ديال 8 غرام. بالنسبه للاخوات اللي عجبها دير قشور الحامض، قشور البرتقال، اي منكهات تضيفهم. انا درت غير فاني وخليت الشوكولات باش تجي داك النسمه رائعه. هنا غادي نضيف البنات من بعد ما خلطت المقادير، غادي نضيف من داك الشوكو 4 المعالق كبار. هنا درت الغربله البنات لانه عندي فيه كويرات وما بغيتهمش يعني في الخليط ما غاديش يتفكوا، اللهم نديرهم في الغربال ونحكم بسرعه غادي يتفكوا وغادي ينسجم ليا الخليط بلا ما ناخذ الوقت الكثير. هنا عندي 4 المعالق كبار منه. جربوها البنات، راه تيجي خطير في مذاق ديال الكيك. وهذه البنات رانا درتها للضيفين اللي كانوا عندي، عجباتهم البنات. غير تبعوا معايا حتى الاخير وغادي تشوفوا المقادير اللي جد بسيطه واقتصاديه، ماشي شي حاجه اللي كثيره. الاكثريه تيكونوا عند النساء هذا النوع ديال الشوكو اللي عندهم الوليدات الصغار تيديروا لهم مع الحليب، يعني نستافدوا منه ونديروا لهم حتى في الكيك. هاد الكيكه تجي مغايره على الشوكولات المر في المذاق، يعني هادي احسن من انك تستعملي الشوكولات المر. بعد نخلط حتى ينسجم داك 4 المعالق مع المقادير ديال الزيت، الماء، السنيده، البيض، داك الفانيليا وداك قبصه الملح. نفس الكاس اللي عبرت به المقادير الاولى هو اللي غادي نعبر به الدقيق الابيض. الكاس الاول هنا ضفتو البنات، الكاس الثاني، وها باش تغربلوها البنات بهذه الطريقه كما تندير تتفكم من ان يعني يطلع لكم الغبره ديال الدقيق. ضفت غير 2 كؤوس وغادي نخلط وغادي نشوف. هنا غادي نضيف داك 2 اكياس ديال الخميره ديال الحلويات اللي من فئه 8 غرام، يعني المجموع 16 غرام. غادي نبدا نخلط في هاد المقادير، وغادي تلاحظوا ان اللون ديال الكيك ما تيتغيرش واخا درت الدقيق الابيض. يعني داك 4 المعالق كبار ديال الشوكو، يعني هو سميتو الشوكو اي الشوكولات المحلى، تيعطي 4 المعالق ما تيتغيرش اللون واخا تضيفيهم في الاول. انا راكم كما لاحظتوا ضفتهم هما الاولين عدد الدقيق الابيض، يعني هانتوما اللون ما تغيرش. هنا غادي نكتب البنات 8 وغادي نشوف واش غادي تمشي يعني بسرعه ولا يعني باقا. يعني هذا هو القوام ديال الكيك. صافي البنات، هذا هو القوام ديالها. غادي نضيف الخل البنات، الميزه اللي فيه انه تيساعد على ان الكيك تنفخ، يعني تزاد الحجم ديالها.
دائما الخل تنخليه هو الاخير. الا لاحظتوا راه تفاعل داك الخل مع داك الخميره، دار واحد البويقات. هنا البنات خليت الخليط واحد ل5 دقائق جانبا، عاد جبت المول اللي جبته من الثلاجه، راني كنت دايراه في الثلاجه البنات حتى بغي نكب الخليط عاد جبدته. يعني خلينا الخليط واحد ل5 دقائق، عاد جبدنا المول من الثلاجه البنات اللي كنت دايره ليه من قبل الزبده والدقيق. دابا غادي نهز اليد ديالي بالبانيو وغادي نبدا نكب في الخليط. ضروري البنات تهزوا يديكم الفوق باش يتهوى الخليط ويجينا من فوق مفشفش. جربوها البنات، راه كيكه كتجي رائعه. وغادي ندير ليها البنات واحد الكلاصاج اللي غادي يجيكم حتى هو اقتصادي، ولكن المذاق خطير البنات حتى هو بكذلك. غادي نضيف ليه الشوكو باش نبقاو غير في نكهه الشوكولاط، ما غاديش نغيرو، ولكن غادي نضيف ليه مكونات اخرى اللي غادي تعطي واحد البنه رائعه داك الكلاصاج. وهاد الكلاصاج البنات يعني اعتمدوا غيروا غير في النكهات اللي بغيتو، هذه هي طريقتي. غادي ندخلو دابا الفران البنات بارد، وغادي نشعل عليها غير من التحت 170 بالنسبه الفران ديال الضوء حتى تطيب وتقرب ونشم الريحه ديالها، عاد تنشعل عليها من الفوق يعني غير 5 دقائق صافي البنات. وما تنخرجهاش، يعني نطفي الفران وما نخرجهاش بسرعه، تنخليها في الفران 5 دقائق عاد تنخرجها. هنا وجدت السيرو اللي هو الماء والسكر، يعني كاس ديال الماء في نص كاس ديال السكر، ودرتو فوق البوطه حتى غلا، عاد جبت الكيك. يعني واحد فيهم يكون سخون، هنا الكيكه جبتها قبل السيرو، يعني الكيكه راها بارده. وهنا تكيتها بهاد المشوات ديال العود، وهنا غادي نكب عليها السيرو اللي كان سخون من قبل. هانتوما البخار ديالو يعني هو سخون والكيكه بارده. صافي البنات غادي نكبو عليها باش تجينا مفزقه من الداخل وتتجي رائعه البنات بهذه الطريقه. غير تبعوا المراحل، راها البنات خطيره في المذاق. وبالنسبه اللي غادي تسولني رانا دايره الكاب كيك هادوك بدون سكر، البنات اللي بغاو بدون سكر كاب كيك يكتبوا لي في التعليق ونشارك معكم. صافي البنات هنا نخليها تشرب وغادي نمشي نحضر معكم الكلاصاج البنات. هنا عندي كاس ديال الماء عادي من الروبيني، وهنا زدت نص كاس، يعني المجموع كاس ونصف. غادي ندير هنا الفانيا البنات، درت غير نصف فانيا. غادي نحتاج واحد الفلون ديال الفاني تيعطيها واحد المذاق لهاد الكلاصاج رائع. هنا عندي غير ساشيه وحده. وغادي نحتاج البنات الغبره ديال كريم باتيسري كذلك. الا ما كانش عندك استعملي مايزينا اي نشا الذره. غادي نستعمل هنا غير معلقه ديال النشا، وهنايا غادي نستعمل السنيده البنات اللي على حسب الذوق ديالكم. هنا غادي ندير 2 معالق حتى ل3. صافي درت هنا 2 معالق كبار يعني كافيين للكاس ونص. غادي نزيد البنات هنا الشوكو اي الشوكولات بنفس الطريقه باش نبقاو في نكهه الشوكولات. هنا ضفت تقريبا معلقه كبيره والثانيه ما عامراش، يعني تقريبا نصف ملعقه، يعني ملعقه ونصف كبيره. يعني كاس ونص تيحتاج فيه معلقه ديال كريم باتيسري، معلقه ونص ديال الشوكولات، فانيلا نصف ديالها، وفلون، وعندك كذلك الماء قلنا كاس ونصف. هنا البنات درتو فوق النار حتى ولا الشكل ديالو بهذه الطريقه، يعني اختار وما نخليوش يختار بزاف. ها نتوما باقي واحد شويه خاصو. هنا عندي الشوكولاته البنات اللي غادي نزيد عليه طريفات.
هنا زدت عليه داك الخمسة طريفات ديال الشوكولاط الاسود وحركتهم. عاد غادي نكب البنات على الكيك. هانتوما الا لاحظتوا الشكل ديالو راه يعني كيف المرآة البنات، والشكل ديالو لامع. وبالنسبه للاخوات تقول لي ما بغيتش الشوكولاط، ضيفي في بلاصه الشوكولاط اي نكهه بغيتي، يعني سواء حامض، فريز، برتقال، تيبقى لك على حساب اش بغيتي. وان شاء الله نشارك معكم ديال الفريز بطريقه هي جد رائعه. هنا صافي البنات غادي نخليها تبرد. وبالنسبه للتزيين ديالها البنات، هنا غادي يكون تزيين بسيط البنات. هنا ما حدا سخونه، غادي نخليها غير في سطح العمل حتى غادي تبرد، وغادي نغطيها وندخلها الثلاجه حتى الغد، وعاد نزينها ونقدمها. بالنسبه للتزيين البنات راه جد عادي، غادي نوريكم كيفاش زينتها قبل ما نحطها. هذا هو الشكل ديالها النهائي. ما تنسونيش من الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس.